السلام عليكم ورمضان كريم وبيجري بسرعة وكريم علينا وعليكم، وربنا يجعله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار لكل أمة محمد ولكل من صام رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله تعالى. والنهاردة هنتكلم عن الصدقة وفضل الصدقة علينا بإذن الله تعالى. وأتمنى من الله إن أخلاق المسلمين في كل العالم تكون زي ما هي في رمضان تكون بعد رمضان. وطبعا أنا بتكلم عن الناس اللي بتصوم وبتعبد ربنا، لأن في ناس ربنا يهديها ويغفر لها ويرحمها بعيدة شوية، فربنا يهدينا جميعا. النهاردة كنت جاية اتكلم عن الصدقة والصدقة وفضلها، وان الصدقة مش بتبقى مال بس. والناس اللي بتقول انا ما معيش فلوس او مش معايا فلوس كتير، لا يا جماعة، الصدقة المال، من يعني فضل الصدقة المال، انك ممكن تطلع اي حاجة لوجه الله تعالى، ان شاء الله جنيه للدول العربية، ان شاء الله دينار، ريال، اي عملة، اي حاجة تحتسبها لوجه الله تعالى، لان ربنا هيردها لك اضعاف. ودي حاجة انا هحكي لكم في اخر الفيديو عن موقف حصل معايا فعلا سبحان الله تعالى. كمان انا عايزه اقول ان الصدقه ممكن تكون هدوم انت مش محتاجها، ملابس، ممكن تكون اكل، ممكن تكون مساعده، بمعنى ان انت تقوم لحد في المواصلات محتاج ان هو يقعد اكتر منك، دي صدقه. انك تساعد واحد كفيف يعدي الشارع وتسنده وتعديه، صدقه. انك تطلع السلم بتاع اي حاجه، المواصلات، المترو، واي مكان، وشايف حد شايل شيلة تقيلة أو شنط تقيلة وتساعده، دي برضو صدقة. الصدقات وجهها متعددة الأوجه، مش مال بس. وإن كان يعني الناس بتبقى محتاجة المال أكتر، فاللي يقدر يتصدق ولو بمبلغ بسيط فضلها كبير جدا، لقول الله تعالى وليربي الله الصدقات. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيزود الصدقة، يعني انت بتدي حاجة ربنا بيضاعفها لك. وفي آيات تانية كتير في القرآن بتقول إن فضل الصدقات كبير قوي، وربنا بيرده كتير أكتر من الصدقة نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. انتوا متخيلين؟ يعني اللي بينفق فلوسه في سبيل الله زي السنبلة، الحبة اللي أنبتت 7 سنابل، وكل سنبلة من السبع أنبتت 100 حبة ويضاعف كمان الله لمن يشاء. دي سورة البقرة الآية 261 عشان اللي عايز يراجع من المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يعني شوفوا سبحان الله، ربنا شبه الانفاق في سبيل الله ان انت لما تدي فلوس لحد او تدي صدقة لحد، ان انت بتقرض الله قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني انت شوف، انت يعني سبحان الله تعالى، القرآن جميل. إيه، عايزه اقول لكم ان الصدقات فضلها كبير قوي والله. حتى الموتى لما في كتاب الله العزيز، ان الناس لما بتبقى عايزه ترجع بتقول ان نرجع لنتصدق، علشان نتصدق يعني، ولا عشان نصلي ولا عشان نصوم، عشان نتصدق. فاتمنى من الله تعالى ان احنا كلنا نزيد من صدقاتنا في رمضان وفي غير رمضان. صدقوني لو كل واحد عمل لغيره وتصدق بما يجود به، ناس كتيرة قوي هترتاح، وناس كتيرة قوي تعبانة هتبقى أفضل وحياتها أفضل، وربنا سبحانه وتعالى هيوسع رزقها. يعني الناس دي اللي بتتصدق ربنا هيوسع رزقها. وأنا هقول لكم الموقف بقى اللي حصل معايا شخصيا من فترة طويلة جدا، من يجي 15-16 سنة. كانت الفلوس فلوس يعني، فالإيجار بتاعي كان 60 جنيه، وأنا مش عارفة هجيب الإيجار منين، ومش عارفه. كانت حالتي ان الماديه مش كويسه، وكانت ظروف، كنت ساعتها متزوجه، وكان زوجي سايب شغله وكان بينتقل من مكان لمكان، فكانت ظروفنا وحشه جدا، وانا مش عارفه هعمل ايه. وحاولت استلف يعني واللي حصل يعني ان انا وانا نازله شغلي، دي حقيقه حصلت وقسما بالله تصدقت بمبلغ بسيط جدا، على ما اتذكر نص جنيه، يعني حاجه يعني لا تذكر، او جنيه مش فاكره والله، بس كان مبلغ بسيط قوي. وكنت ساعتها بشتغل في صيدليه، ورحت الصيدليه، وطبعا انا في الصيدليه كبنت او واحده ست
ما بخرجش بره الصيدليه اعمل اي حاجه، انا بشغلي جوه الصيدليه. وسبحان الله العلي العظيم، تيجي واحده مخضوضه جدا على والدتها وعايزه تقيسلها الضغط والسكر وتديها حقنه، وصاحب الصيدليه انا بقول له طبعا انا ارتجالا مني بقول له انا ما بخرجش، انا ما هخرج اروح فين؟ فراح قايل لي دي جارتنا وفي العماره اللي جنبنا، ومعلش يعني احتسبي العمل لوجه الله وروحي. وفعلا انا طلعت قلت احتسب الثواب لله، ودي هعملها صدقه، ويعني ما فيش مشكله، يعني مش هحس بحساسيه من ناحيتي، من ناحيه نفسيتي، ان انا طلعت البيت اقيس ضغط وسكر وادي حقن. المهم فعلا البيت كان قريب جدا، وطلعت مع الاستاذه اللي طلبت مني كده، وبعد ما قست الضغط والسكر واديتها الحقنه لقيتها بتحط في ايدي فلوس. فانا قعدت اقول لها لا ما يصحش وما ينفعش وكسفت جدا، انا مش عايزه فلوس، والله انا تاه من بالي ان انا مزنوقه اصلا، انا اتكسفت من الموقف نفسه. واذا بي انزل على السلم ابص على الفلوس اللي في ايدي الاقيها ادتني 100 جنيه. 100 جنيه في زمن الضغط والسكر والحقنه كانوا ب5 جنيه، احنا يعني ولا 5 جنيه كمان. كان الضغط بجنيه مش عارفه، والسكر كان حاجه كده. فاللي هو ايه ده، انا ما بقتش مصدقه. فنزلت حكيت لصاحب الصيدليه، قلت له حصل واحد اتنين تلاته، قال لي ده رزق من عند ربنا ما ترفضيهوش. قلت له يعني هي مش غلطانه؟ اطلع لها مره تانية تكون قصدها مثلا تديني 10 جنيه ولا حاجه وادتني يعني غلط. قال لي لا هي مش غلطانه، ربنا يوسع عليهم، هما ما شاء الله مرتاحين. انتوا متخيلين ربنا فرجها عليا ازاي؟ موقف تاني، مواقف كتيره قوي، بس الموقفين دول معلمين معايا عشان انا كنت مزنوقه. موقف تاني، كنت برضو في دقيقة، بس دي قريبة من 2 3 وتصدقت بمبلغ برضو بسيط جدا تقريبا 3 جنيه. وكانت بنية يعني في نيتي ربنا يرزقني من حيث لا احتسب، عشان انا برضو حالتي المادية مش كويسة. رحت وصلت الصيدلية، لقيت في اليوم ده الدكتورة مستنياني وعامله لي ظرف فيه مبلغ علشان انا عملت حاجات في الشغل بتكافئني عليها، بتديني بونص على اساس ان انا شغلي عاجبها. في حاجات انا مش فاكره بصراحه انا كنت عامله ايه. فتحت الظرف لقيت فيه 300 جنيه، 300 جنيه بالظبط. ال3 جنيه بقوا 300. دي موقف حصلت لي انا شخصيا. اكيد اي حد بيسمعني النهارده فضل الصدقه في حياته كان كبير، وربنا سبحانه وتعالى اداله اضعاف اضعاف الصدقه بتاعته. يا ريت اي حد بيسمعني وحصل معايا مواقف بسبب الصدقه اللي بيتصدق بيها يفيدنا في التعليقات ونستفاد من بعضنا، علشان نعرف فضل الصدقه عملت ايه في حياتنا، والناس اللي لسه ما بتتصدقش، والناس اللي لسه فاكره ان الصدقه ممكن تقلل من مالها. ما نقص مال من صدقه يا جماعه، زي ما قلت لكم الصدقه مش فلوس وبس، في حاجات كتير قوي ممكن نتصدق بيها. مساعدة الغير بنتصدق بيها صدقة خفية. حاجات كتيرة قوي. من علم القرآن وعلمه، من علم العلم وعلمه، من انتفع بالعلم ونفع به. يعني في صدقات ليها أوجه كتيرة قوي، يا ريت كلنا نفيد بعضنا. وبس كده، الفيديو بتاعي خلص النهاردة. قبل لما انهي الفيديو كنت عايزة اسألكم سؤال. الفيديو بقالنا كتير ما بنسألش اسئلة وننشط ذهننا كده. ما هي الامانات الخمس؟ احنا عندنا 5 امانات بتخلينا امنين، يعني احنا نبقى امنين في يومنا. فما هم؟ اللي يعرفهم يقولهم لي في التعليقات، وان شاء الله الفيديو الجاي هنجاوب ونقول ما هي الامانات الخمس اللي الرسول وصى بيهم. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. اللي اول مره يسمعني انا شيماء الغزولي، القناه بتاعتي عن حكايه ومعلومه. يا ريت لاول مره يشوفني يفعل زر الجرس، وما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو، واللي عجبه الفيديو يا ريت يشيره عشان ناس كتير تستفاد بيه. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد.